السلام. ثم بالصدفه البحته المستشار مرتضى منصور فوجئت النهارده الظهريه انه بيكلمني وهو بيتأوه وبيتألم، وحصلت له حادثه وهو داخل على باب نادي الزمالك الصبحيه، اتزحلق ووقع وايديه اتكسرت. فانا قلت له والله في التليفون كده، قلت له يا سياده المستشار ده بجد؟ فلقيته بيقول لي اي دراعي وجعني جدا يا تامر. قلت له ايوه يا سياده المستشار بجد وقعت وحصل كذا عشان بس اطمن عليك وما تقلقنيش. قال لي والله وقعت وقعه وحشه جدا وبتاع وايديا اتكسرت وعندي الدكتور دلوقتي وهنشوف اذا كنا هنجبسها ولا مجرد هنربطها ولا كذا، وانا بعتذر وبتاسف واعتذر نيابه عني للساده المشاهدين، واول ما ايديا تبقى كويسه واطمن عليها الاسبوع الجاي هبقى معاك على الهوا وكده. فقلت له ماشي على الله، بس ما تبقاش مرض سياسي او حادثه سياسيه ولا في حد زحلقك عن عمد. فقال لي لا انا اتزحلقت لوحدي تهيألي يعني، وحتى اتفقت معاه ان هو هيبقى معانا على الهوا في التليفون دلوقتي او يمكن بعد دقائق عشان يطمنكم عليه. لكن لو لسه مش معانا طيب خلينا نروح ناخد السلام الوطني، نبدأ الحلقة وبعد كده نرجع نشوف كلامنا، ولو التليفون جاهز